ما الذي يجري في بلادنا العزيزة المغرب؟ منذ أيام قليلة استقبلت وزيرة صهيونية، هي وزيرة النقل ريغيف هذه المجرمة، استقبلت في المغرب بعد انقطاع للطيران لمدة 3 سنوات. الإبادة الجماعية ما تزال مستمرة في غزة، القصف والقتل ما زال مستمر على لبنان وعلى سوريا وعلى إيران، والاعتداءات في الضفة والقدس متواصلة. فلماذا تستقبل هذه المجرمة الصهيونية؟ كيف يستقبل وزير صهيوني يشارك في القتل؟ وهذه الوزيرة أصلا هي حتى في ألفاظها وتعليقاتها سوقية ومجرمة، كانت وصفت الأذان أو شبهته بنباح الكلاب أكرمكم الله. يعني قمة في الاحتقار لهذه الأمة وقمة في الإجرام، فكيف تستقبل في المغرب العزيز؟ الحقيقة بموازاة هذا الأرقام تشير إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وكان الاحتلال في ارتفاع. الصادرات المغربية ارتفعت عام 2025 إلى 118 مليون دولار، ارتفعت بالثلث تقريبا عن العام الذي سبقه أي عام 2024. تبادل تجاري إذن في ازدياد، وزيارات لهؤلاء الوزراء الصهاينة المجرمين إلى المغرب، وكأن الملك المغربي إما أنه يعيش معنا وليس معنا، أو أنه لا يدير المشهد، لأن الحقيقة لا يمكن أن يغيب عن ناظريه ما يجري وجرى في غزة وما يجري في لبنان وما يجري في المنطقة، إلا إذا كان من يدير المشهد ليس الملك المغربي. نتمنى له على كل حال الصحة والعافية، ولكن أهلنا في المغرب الحقيقة يحتاجون إلى تصويب المسار وتصويب الخطى وإعادة البوصلة إلى وجهتها الصحيحة، لأن البلاد التي كانت تترأس لجنة القدس الآن باتت عمليا أو تقريبا حتى لو بالغ تميل إلى الطرف الآخر. ولا أنا غلط؟ أعطوني تعليقاتكم على كل حال.